تفتكر ليه فئة الكلاسيك فيزيك في مستر اولمبيا من اصعب الفئات اللي ممكن تشوفها؟ الاول خليني اقول لك ان معايير الكلاسيك اهم حاجة فيها ان لازم كتلتك العضلية في الجسم اللي فوق يكون فيها تناسق مع عضلات الرجل، والاهم يكون فيه السيمترية والشكل الجمالي. فلو جينا للتوب 6 والمركز السادس ميشيل دعبول، هو حرفيا ما شاء الله بيتطور كل بطولة عن التانية، وده كان اخر ابديت ليه هو منزله، وكان زاد حوالي 4 كيلو عضلات عن اخر بطولة هو كسبها وهي اوستريا برو. فحرفيا من اللي انا شايفه ده هو مركز جدا في ان هو ما يخرجش من التوب 3 او حتى كمان التوب 4. اما المركز الخامس فهنلاقي راف ديزل، واللي دايما بيطلع بنشفان كويس جدا. فلو جينا للتوب 3 واللي اخد المركز الثالث هو ميريكال بير، واللي كسب بطولة تكساس برو بعد مستر اولمبيا. واخيرا بقى لو جينا للتوب 2 واللي دايما بيتنافسوا هم ريموندينو وكريس بامستد، واللي دايما التنافس بينهم بيكون عالي. فبنلاقي دايما ان ريموندينو بيتطور كحجم ونشفان وعمق عضلي، وكان كسب بطولة ارنولد كلاسيك في 2023. وهنلاقي نفس الكلام ده بيحصل لكريس بامستد صاحب لقب مستر اولمبيا 5 مرات. ده غير كمان ان لسه في بطل جاي وهو انتون راتوشني، واللي كسب بطولة NBC السنة دي. ففعلا بعد كل الانجازات دي واللي انا قلتها ده، خليني اقولك ان فئة الكلاسيك هي فعلا هتبقى من اصعب الفئات.